السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض أكلة التحابيش. هنعمل عجة وبطاطس محمرة وفلفل مقلي بتنجان مخلل بابا غنوج. يعني أكلة حرشة زي ما بيقولوا عندنا. متأكدة جدا إن كلنا بنحب الأكلة دي، وكلنا بنقعد كده في نص الشهر بنزهق من الأكل ومن الطواجن والصواني والمحاشي واللحوم عموما والأسماك. طبعا كلها نعمة. ربنا يا رب يحفظها من الزوال ويديمها علينا. بس النفس طبعا بتميل كده أحيانا لحاجة حرشة كده، يعني ندلع بيها نفسنا كده زي ما بيقولوا، ونلاقينا تلقائيا بنفكر في الأكلات دي. أكلة مفيدة ولذيذة جدا جدا. يلا نقول بسم الله ونشوف الطريقة. أول حاجة هنجهز العجة. جبت حلة كده حطينا فيها حوالي 5 أو 6 معالق زيت. نزلنا ب2 بصلة متوسطين. وبعدين لما البصل أخد اللون الذهبي الشفاف، نزلت بحوالي 4 فصوص توم متوسطين ومهروسين. اتفقنا ان لما الثوم بنشم ريحته بنبتدي ننزل ببقية المكونات. تمام. هنزل بقى بالمكونات بتاعتي اللي هي عبارة عن طماطم متقطعة مكعبات، وفلفل رومي مكعبات، و2 حبة من الجزر المبشور. يبقى احنا كده حطينا بصل وتوم، طماطم، فلفل رومي وجزر مبشور. يعني أكلة كلها فيتامين. هقلب كل الكلام ده مع بعضه، وبعدين هبتدي انزل بالتوابل بتاعتي اللي هي بقى عبارة عن ملح، فلفل اسود، رشة من الكمون والكزبرة، وعندك بهارات مشكلة حطي زي ما اتفقنا من كل حاجة كده حوالي ربع معلقة، زائد معاهم مكعب من المرقة. لو انتي مش حابة تضيفيه ممكن تستغني عنه، بس انا بصراحة بحب احطه. خدي بالك لو هتضيفي مكعب المرقة يبقى اظبطي الملح بتاعك، واعملي حسابك لسه هتحطي كمان ملح في تحضير الخلطة بتاعت البيض والدقيق، فاظبطي بقى معيار الملح بتاعك. خلاص. هحط بقى التوابل. التوابل يا جماعة في الأكل عموما دايما كده بنضيفها في الآخر، علشان كل ما قعدت على النار كتير كل ما فقدت من نكهتها. خلاص. هننزل بقى بالخضرة بتاعتنا. الخضرة برضو بتبقى في الآخر خالص، هي والنعناع الناشف، لأن برضو الخضرة النعناع وأي توابل عطرية لما بتتحط كتير على النار بتفقد ريحتها وطعمها ولونها. فإحنا هنا الخضرة بنحطها في الآخر. هنحط كمية الخضرة المناسبة للكمية، وبعدين هجيب بقى شوية الأول كده هحط حتة كده من الفلفل، علشان انتوا عارفين الأكل ده يعني هو ما بيتاكلش بصراحة غير السبايسي يعني. برضو انتي مش حباه الخطوة بتاعة الفلفل دي ممكن تستغني عنها. تمام. وبعدين هنزل بقى بالنعناع الناشف. هتجيبي حبة كده في ايدك وهتفركيهم ناعم، ويا دوب تقلبتين وهتطفيه. هنجهز بقى الخليط بتاع اللبن والدقيق. مبدئيا كده انا عايزاكي تتعاملي مع العجة كأنك بتعملي كيك بالظبط. اول حاجة هناخد 5 بيضات، ولو البيض صغير يبقوا 6 بيضات. عليهم كوباية من المية وكوباية من اللبن، او كوبايتين مية او كوبايتين لبن. انا هنا حطيت كوباية مية وكوباية لبن. تمام. وبعدين هنضيف عليهم نفس التوابل اللي انا ضفتها على الخضار. وبالنسبة للملح خدي بالك ما تنسيش احنا حاطين ملح على الخضار، فظبطي بقى الملح بتاعك بحيث لما تيجي بقى تاكلي خالص العجة بعد ما تخلصيها، لما تيجي تاكليها يبقى ملحها مظبوط. من كل حاجة كده رشة.
وبالويسك هضرب كل الكلام ده مع بعض لحد ما يندمج البيض مع اللبن مع التوابل. وبعدين هنزل بكوبايتين من الدقيق، ادي كوباية وادي التانية، ومعاهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. والبيكنج باودر هو بيكون المادة الرافعة، يعني اللي بيخلي لي العجة هشة وعالية ومش مكتومة. بالنسبة لمقدار الدقيق ما تزوديش عن كوبايتين، لو زودتي هتلاقي العجة مكتومة وتقيلة ومش حلوة. ولو برضو قللتي الدقيق هتلاقي برضو ان العجة خفيفة كده ومش يعني تحس انك مش بتاكلي حاجة. فاظبطي كوبايتين تماما. لما الخليط فك معايا مبقاش فيه اي تكتلات وبقى ناعم، هنزل بخليط البيض والدقيق على خليط الخضار. هنا فتحت الفلاش، حسيت ان الدنيا كده ضلمة، ما فيش حاجة باينة، بس متهيألي كده الدنيا وضحت معانا، الرؤية ظهرت اكتر وافضل. هنا بقى خلاص نزلنا بخليط الدقيق والبيض على الخضار، قلبناهم مع بعض وده القوام بتاعهم وده لونهم. زي ما قلتلك ما تزوديش الدقيق عن كوبايتين ولا تقلليه عن كوبايتين. هنجيب بقى صينية وهحط فيها كده شوية زيت، همسح بيهم الأرضية والجوانب، زي ما قلتلك بالظبط اتعاملي معاها كأنك بتعملي كيك. تمام. هفضي بقى الخليط بتاعي كده في الصينية، شايفين شكلها وقوامها، ده القوام المظبوط بتاعها. هتدخل بقى فرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. على ما العجة تستوي في الفرن هنجهز البطاطس المحمرة. زي ما قلنا العجة دي لازم كده أكلات معينة تتعمل جنبها، من ضمنها البطاطس المحمرة، الفلفل المقلي، بتنجان مخلل، بابا غنوج. فهنا أنا ابتديت أجهز بطاطس محمرة، ولما أخدت اللون الذهبي الفاتح طلعتها على مناديل المطبخ علشان تصفي كل الزيت بتاعها. وعلى العين التانية من البوتاجاز أنا بجهز بابا غنوج، حاطة بتنجان رومي على النار يستوي. أنا بحب الشوي بتاع العين بتاع البوتاجاز، مش بحب شوي شواية الفرن. على عين البوتاجاز كده بتدي ريحة وطعم أحلى لما تشويها في فرن البوتاجاز. البتنجان لما خلاص استوى مباشرة هاخده من على النار هقشره. لما بيكون سخن بيتقشر معانا بمنتهى السهولة، شايفين القشرة بتطلع ازاي؟ لو استنيتي عليه يبرد هيعذبك جدا وهيغلبك في التقشير والقشرة هتلزق منك في البتنجان، يعني بجد غلبة. خديه وهو لسه سخن كده وقشريه على طول. شايفين شكله حلو جدا بجد، شوي البوتاجاز احلى مليون مرة من شوية الفرن، وكمان بيدي ريحة حلوة قوي. اهو بيتقشر معانا بمنتهى السهولة. البتنجان ممنوع يتغسل، انتي بتقشريه كويس جدا وبتنضفيه وبعدين تشتغلي بيه على طول، لكن تغسليه لا. هنشيل بقى الحاجات اللي من فوق دي وبعدين هنقطعه بالسكينة قطع صغيرة، وهنكمل بالشوكة نهرسه ناعم. حابة تاخديه لفة كده في الكبة براحتك، وانا بالنسبة لي مش بفضله بصراحة، بيكون ناعم قوي كده بيوريه. انا بحب يكون مهروس كده، قطع البتنجان بتكون باينة فيه وطعمه احلى. وطبعا براحتك في الاول وفي الاخر. هنزل بالملح والفلفل الاسود والكمون من كل حاجة كده يدوب يعني رشة، ومعاهم الخل والليمون. تمام. وبعدين هنزل بالزيت، تقدر تحطي زيت ذرة او زيت زيتون، الاتنين بيدوا طعم حلو جدا. ودي معلقة من الطحينة،
الطحينة دي اللي كنا عاملينهم مع بعض في فيديو، هتلاقي الفيديو موجود على القناة، وبرضو هسيبلك اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. هضيف كده برضو فصين من الثوم، وكمان الخضرة بتاعتنا هحط بقى الخضرة بكمية مناسبة مع البتنجان. عايزة اقول حاجة بالنسبة لبابا غنوج، هو في ناس مش بتحط طحينة، في ناس بتحط زبادي. برضو بالنسبة لي مش بفضل بصراحة الزبادي، بحس ان الزبادي مع البتنجان ميكس مش يعني مش حلو، مش ظريف. انما البتنجان ومع الطحينة لايقين على بعض او بيكملوا بعض حاجة كده بجد لذيذة مع بعض جدا، لايقة قوي قوي على بعضها. انما هنرجع لقاعدتنا الاساسية ان الاكل اذواق. حابة تضيفي طحين اوكي، حابة تضيفي زبادي اوكي، مش حابة تضيفي حاجة خالص برضو براحتك. انت اللي هتاكلي فاعملي الحاجة اللي تحبي تاكليها. هنضيف كده يعني حاجة بسيطة من الفلفل المفروم. البابا غنوج حلو لما بيكون سبايسي. هنا بنجهز فلفل، وهنا قلينا البتنجان. وبالنسبة لقلي البتنجان لما تيجي تقليه اقليه على نار هادية خالص، بيكون مستوي من بره ومن جوه ومستحيل ينشف منك. بالنسبة بقى للخلطة بتاعت حشو البتنجان، انا بشوف ناس بتحط راس توم بحالها وكمية فلفل قليلة جدا. يا جماعة انتوا بتدمروا القولون بطريقة مش معقولة. المفروض العكس، بنحط فلفل كتير وتوم قليل. خلاص. البتنجان هنا انا بفتحه، وشايفين بعمل فيه شرط كده بالمعلقة اهو، يعني فتحات كده شرط، بحيث لما احط الخلطة البتنجانة من جوه تشرب من الخلطة نفسها وتبقى كلها واصل لها من التتبيلة. تمام. اهو بفتح كده بعمل الشرط دي، وبحط بقى التتبيلة بتاعتي. خلصنا كل الكمية. وده الفلفل هاخد منه معلقة كده من نفس الخلطة، وبالشوكة هقعد اعمل فتحات فيه علشان الفلفل نفسه برضو يشرب من الخلطة كويس، ما يبقاش من بره بس، لا يبقى من بره ومن جوه. والخلطة اللي هتتبقى مننا هنزل بيها على وش البتنجان، وبكده الطبقين يكونوا جهزوا. العجة بتاعتنا طلعت من الفرن شكلها حلو جدا. يلا بقى عشان نقدمها. المنيو بتاعنا كله جاهز. شايفين بقى العجة ما شاء الله لما طلعت من الفرن شكلها حلو جدا. عايزه اقول لكم ان هي هشه كمان في ايدي، وشايفين من تحت واخده لون ذهبي حلو، مش لازقه في الصينيه ولا حاجه. واللون الذهبي كمان من فوق. وعملنا سلطه بلدي، وادي البتنجان المخلل والفلفل المقلي، البطاطس المقليه، البابا غنوج. بجد اكله كده حلوه جدا وبتشهي. ونفسنا بتروح لها كده في نص الشهر، يعني من باب التغيير. وكلها فيتامينز، يعني وجبة كاملة ومفيدة جدا للأطفال قبل الكبار كمان. حلو قوي قوي. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. وأشكركم، ونتقابل في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.